خاطر للانتاج الاعلامي. قال لي ما شاء الله بس انا ما سمعتش عنها. ايه الحلاوه دي؟ مش عيني بتوجعني، عيني بتوجعني. انا افتكرت خلاص. انت بتقول ايه؟ متاكد ان احنا هنعمل الكلام اقسم بالله الواحد كان بيعيك عك السنين. وتلوين. السلام عليكم. فقعدة صحاب النهارده اللي معاه الدش ملوش في الضمنه خالص، ودي فرصه علشان اقدر ازنقه زنقه تمام، والخوف ان هو يطلع في الاخر كسبان. ضيفي هو وزير تقنيات الميديا، صاحبي واخويا وحبيبي وعشره العمر، محمد خاطر. يا اهلا وسهلا. ازيك يا خطوره؟ الحمد لله كله تمام زي الفل. والله زمان والله ما قعدناش قعده صفا كده بقالنا فتره يعني. بقالنا سنين. ازيك يا حبيبي؟ عامل الحمد لله والله كل سنه تمام. وانت طيب. انت طيب بصحه والسلامه. ايه الاخبار؟ زي الفل. فطرت ايه يا معلم النهارده؟ النهارده الحاجه كانت عامله لنا محشي وفراخ بقى، وبص الاكله الرسميه للروقان. اديله. الف هنا وشفا. الله يهنيك. لا واحنا عارفين طبيخ الحاجه ما شاء الله، ويعني ما شاء الله تبارك الله، نفس بالظبط. تمام. ربنا يديها الصحه يا رب. الله يخليك. ازيك يا حبيبي؟ كله تمام والله الحمد قال لله. لي يا خاطر مبروك اولا على الشركه الجديده، الله يبارك فيك. وان شاء الله كده ربنا يجعلها فتحه خير يا رب كبيره علينا علينا جميعا باذن الله يا حبيبي. يا ان شاء رب الله يا رب ان شاء الله دايما. برضه تاني حاجه هبارك لك بقى على الوزاره، بما ان الوزاره اتغيرت بقى وانت لسه مستمر في وزاره التقنيات زي ما أنا. ومش عارف يعني امتى هتترقى بقى، انت بقى لك كتير كده زي ما انا. حبيبي يا خاطر. حبيبي يا استاذ محمد. اظن مين استاذ ايه؟ اول مره اسمعها. أنا أستاذ دايما في حاجه على فكره بمناسبه الاستاذ دي، دايما انا اصحابي يعني مثلا مين اقرب مثلا حد من الناس اللي هي مثلا ممكن محمد عبد العظيم، محمد عبد القادر، دايما بقول لهم يا استاذ. فاستاذ تختلف عن استاذ الرسميه. ايوه اللي هو كده انا بحب استاذه. ابني الصغير يوسف دايما بناديه استاذ يوسف الله على طول. فاستاذ هي مش للقب وانما هي معرفش تتصنف ايه، بس انا كده باستاذ كده على طول. لكن لما نخش وقت الجد حماده عظيمه بقول لك ايه، ما تيجي نتكلم، ما تيجي نعمل، ما تيجي نسوي. لكن مساء الفل عليهم. يا مساء الفل على الجميع. حبيبي مش هتعزمنا السنه دي ولا ايه؟ على ايه بالظبط؟ احنا كل سنه بنتقابل في فطار صح؟ طبعا. مين اللي بيعمل الفطار ده؟ حبيبي عم ياسر طلبه. حبيب اخوك ياسر طلبه ده حته سكره، مجمع الحبايب بتوع الميديا كلهم. بقى عارف انت لو عدى رمضان كده من غير ما استنى انا على طول بقول مثلا ياسر هيطلبني بكره بعده، وهو يطلب على لازم نستنى العزومه دي كل سنه. بصراحه بتجمع كل الحبايب يعني. صحيح. اهل الميديا وبنقول له كل سنه وهو طيب. بستناها من السنه للتانيه فعلا. الحمد لله. ازيك يا حبيب قلبي؟ الحمد لله. انت اخبارك ايه وعامل ايه؟ الحمد لله. عايزين الناس بقى تعرف خاطر بتاع خاطر مصانع المحتوى، وخاطر ملك الموشن جرافيك في مصر. لا والقطر العربي. لا ما دي حقائق ما نقدرش ننكرها طبعا. الناس بقى عايزين نوري للشباب وحبايبنا خاطر بره الألقاب مين هو. سؤال صعب فعلا بجد، سؤال صعب. يعني على رأي خالي دايما يقول لي، خالي معايا على الفيسبوك من 15 سنه، يقول لي يا ابني انا لغايه النهارده مش عارف انت بتشتغل ايه، انت بتدي ايه وبتعمل ايه. فعلا بجد. ومن اصعب الاسئله لما ادي مثلا، لما اطلع مثلا بره ادي كورس او ادي حاجه معينه ويقول لي انت بتشتغل ايه. فخلينا الخصها لك في كلمه واحده، انا بتاع فيديوهات. باختصار يعني لو عرفت محمد خاطر انا اعرف ان هو سينيور فيديو برودكشن مش فيديو اديتور. يا عم احنا مش عايزين الحته دي، احنا عايزين الجانب اللي محدش يعرفه. اللي محدش يعرفه؟ واحد عشوائي بيجرب حاجات كتير، مش منظم بالطريقه اللي الناس متخيلها، وكتر التجارب دي وصلته للي هو عليه النهارده. ما شاء الله ربنا يبارك يا حبيبي. بس لا هو حقيقي من شغلي معاك بصراحه. طبعا احنا لينا بدايات جميله جدا، واخد بالك يا طبعا لو عدينا السنين من سنوات، احنا كنا كام 2008 باين ولا 2007؟ 2008. احنا اتعرفنا على بعض في 2008 تقريبا. 2006 و7 كنا بنضبش لغايه ما لقينا بعض. ده حصل. فاكر يا خاطر اول فيديو عملته بالموفي ميكر؟ محتاجه لها رشف من الشاي. لازم نشرب شاي في دي صحيح، لازم تشرب شاي. اول فيديو اتعمل في حياتي بالموف ميكر ده حرفيا انا
ما كنتش مصدق ان في برنامج في الدنيا دي ممكن يعمل الشغل ده. يمكن يعمل مونتاج ويطلع بقى اصلا ما مشاهد. كنتش اعرف ان في حاجه اسمها مونتاج خالص في آه. الوقت ده. وانما قعدت ادور لغايه اما لقيت ان الفيديوهات اللي انا مصورها الكبيره اللي كانت حجمها ضخم جدا دي انا ممكن ادخلها على برنامج واشيل حاجات انا مش عايزها فيها واطلعها بالموف ميكر. وحرفيا اول فيديو انتجته في الوقت ده كان في 2006. مش عايز اقول لك كميه الانبهار اللي ظهر من كل اللي حواليا. ولا الترانزيشن بقى اللي كان بيتعمل. لا معلش، الترانزيشن ده كان مرحله تانية. انا بتكلم دلوقتي. لا يا راجل كان في حته كده ترانزيشن كده حلوه. الترانزيشن ده لما انا تقدمت، انا في الاول لما جيت عملت الفيديو وشلت منه حاجات ما كناش عايزينها والفيديو بعد ما كان ساعتين بقى ساعه ونص. انا الناس انبهرت، ايه ده؟ عملت كده ازاي؟ بس حرفيا ده اداني دفعه بقى ان انا اطلع بقى للليفل اللي بعديه. لما استكشف البرنامج ده شويه لقيت ان في قائمه فلاتر، قائمه ترانزيشنات. هو اقسم بالله الواحد كان بيعك عك السنين. وتلوين. لا تلوين ايه، لا ما وصلناش لسه للتلوين. ده احنا بنتكلم دلوقتي بقى ان بقى في ترانزيشن بقى، تقوم هوبا جاي قالب الفيديو يجي المشهد اللي بعديه، هوبا تقوم جاي مشقلب اللون ده وتحوله للون تاني. كان انبهار، ده كان اختراع. والانبهار الاكبر بقى ان انت تقوم جاي قاطع الفيديو وتحط صوره في النص، واللي هو ايه ده ايه اللي حصل؟ انا اقدر احط صور كمان في الفيديو بتاعي. ولا تراك الصوت، ينفع نضيف صوت على الصوت ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ده كان اختراع بالنسبه لي. يعني احنا بنتكلم اقدر احط مثلا باك جراوند فويس او اي حاجه معايا. يا خبر ابيض، والله العظيم هي كان ليها لذه لا ما اقدرش اوصفها النهارده. من حلاوه انك بتكتشف حاجه ما فيش حد في الدنيا ديت لقاها غيرك في الوقت ده. انا كنت مصور يجي مثلا 20 فيديو كده، كنا في طلعه كده مع حبايبنا واولادنا وكده، واخد بالك، فصورت بقى كام فيديو كده وبعدين رجعت اكتشفت الموفي ميكر بقى، حد قال لي عليه وبتاع. فطبعا علشان نطلع وتكتب تكست، كان تكست عقيم. انا التكست ده هو في الوقت ده غير حياتي المهنيه تماما. ليه بقى؟ لانك عايز تعبر، تقول يا جماعه ان ده عباره عن حفل كذا، مناسبه كذا، ده كورس كذا، ده مش عارف ايه. هنقولها ازاي؟ انا ما كنتش عارف اعبر عنها، فلقيت كده ان في يعني وانا بلعب والله، وكل ده جاب اللعب. يعني أيوة، انا عرفت نفسي من شويه بعيدا عن حته الفيديو برودكشن او الفيديو بروديوسر. انا واحد بحب اجرب وعشوائي، مش اجرب بنظام افهم الاول ام لا. ما تقوليش فهمني، تعال نلعب، تعال نجرب. دوست كده لقيت ان في قائمه بتاد تكست من عليها، انت تقدر تضيف النصوص وتقدر ان انت تنسقها، تلونها وتحركها. فده بالنسبه لي خلاني اعبر اكتر عن اللي جوايا واعرف المشاهد ده ايه، احنا رايحين فين، بنعمل ايه، بنسوي ايه. طبعا والله لا انسى تشجيع الناس اللي حواليا كلهم، هم طبعا منبهرين بالنسبه لهم. دي حاجه ده محدش بيعملها غير الناس اللي على التلفزيون بس. انت ازاي بتعمل الحاجات دي؟ اظن انت لو شفت الفيديو ده دلوقتي انا مسحتهم. مسحتهم لان انا قلت انا عمري في حياتي لا هحب اوريها لحد ولا احب حتى اقول لهم ان يا جماعه انا في يوم من الايام كنت كده ولا اي حاجه. حرفيا مش في عك انا سايبه عشان اقول للناس انا يا جماعه انا كنت بعمل ده. انا كنت بعمل عك كده ودلوقتي انا الحمد لله. قبل العك، عارف انت لو انا جيت وريتها لاي حد، يوسف ابني هو يبص كده ايه ده؟ وفي ايرور كده اعمل ايه يعني؟ انت خاطر دلوقتي بالظبط. ففي حاجه انت تفتخر انك كنت بادئ بيها، في حاجه بقى اللي هو بص يا جماعه شوف انا كان مستوايا وحش ازاي وبقيت ايه. في حاجات بقى لا دي تدلت على طول. الله اكبر، ما اكيد دي حاجات. خد بالك انا ما دلتهاش بمزاجي، انا كان الهارد باظ وطار عليه كل حاجه انا كنت اعملها. المهم انا جيت في فتره كده لما خلاص بقى الموفي ميكر ده بقى خلاص جاب اخره معانا، وحسيت ان انا امكانياتي اصبحت اكتر منه، فقعدت ادعبس كده فطلع لنا برنامج. كان ايامها ايه، الفيجاس باين ولا لا فيجاس دي لا، فيجاس ده كان مرحله متطوره جدا. كورل باين ولا اسمه كورل. كورل ده بعد الموف ميكر الحمد لله بدات ادعبس وادور، لقيت ان في حاجه اسمها كورل فيديو ستوديو. عفوا مش كورل، كان في برنامج اسمه يوليد فيديو ستوديو. يوليد. لا انا كورل ده اول حاجه ما اقول لك اهو. اليوليد ده اللي حصل ان هو بدا يتشهر وياخد سمعه قويه قوي. قام جت شركه اسمها شركه كورل اللي هي بتاعه ال 3 دي والحاجات دي، قام جت اشترته وطورته وعملت كورل فيديو ستوديو. ده كان ما شاء الله، ده بقى انا عملت عليه فيديوهات. كان موسوعه. اول مره في حياتي كنت اعرف ان انا اعرف اشيل خلفيه. ايه ده؟ في حاجه وبعد كده كروما
ولون اخضر تشيله ولون ازرق تشيله. قلت لا 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 لا، احنا كده وصلنا اللي عدينا. محدش وصل له. انت بتشيل اللي ورايا يا خبر ابيض. يعني انا ممكن اتصور وتحط ورايا مثلا اي باك جراوند، تحط اي دوله اي حاجه، فكان اختراع. قمت جايب بقى قماشه خضراء شاريها من السوق، واحد صاحبي تاجر قماش، قمت رايح قلت له بص انا عايز بقى قماشه اللون ده وتعملها لي كبيره كده بقى. قمت رايح في الصاله عندنا في بيتنا، قمت فاردها وجايب يوسف اتدرب عليه. عارف انا الستاره دي، عارف انا الستاره دي. لا دي كمان قبل الستاره الثانيه اصلا. اصلا. طيب بما انك ذكرت الستاره الثانيه دي، انا في مره فاكر انت لما اتصلت بيا قلت لي انا معايا واحد عايزين نصور كليب وبتاع ومش عارف ايه وعايزين نصور في مكان وكده. كنت انا عامل حته قماشه كده في بيتي في الصاله الكبيره وعاملها زي استوديو كده. فاكر انت القصه دي؟ ايوه طبعا. كان اسمه مصطفى. ايوه مصطفى خلف. مصطفى ده من الناس اللي انا جربت عليهم، وممكن يكون بيسمعني والله دلوقتي يعني. هو اكيد هيسمعك، يسامحني والله، اكيد هيسمعك. بس انا كنت محسسه ان انا يعني كده كنت حاجه كبيره. انا فعلا كنت شايف نفسي حاجه كبيره، شركه كبيره. فحتى هو يومها قال لي انت معلش يا باشمهندس هو انت اسم شركتك ايه؟ قمت انا جيت ضربت يومها اسم، ما كنتش بقى على بالي بقى. قلت له اسمها خاطر للانتاج الاعلامي. قال لي ما شاء الله بس انا ما سمعتش عنها. ايه الحلاوه دي؟ قلت له لا معلش، ما انا بنتقي العملاء مش اي حد. مش فلازم فبص، فكان في سرعه رد على طول في الوقت ده. فمصطفى فعلا من الناس اللي انا جربت عليهم في موضوع ان انا اصور فيديو كليب. كان اكبر مني بكتير، ودي حاجه ممكن اقولها في البودكاست ان شاء الله يعني. ان اكبر من امكانياتي، من افكاري، من كل حاجه الفنيات اللي انا عارفها. فاكر الكهارب اللي كانت شغاله ورا في الستاره؟ كان في كواليس وكوابيس ورا كمان. محدش كان عارف حاجه عنها. هي كانت كلها كوابيس والله. والله كلها كانت كوابيس. طيب بص يا سيدي، انت فصلتني يا ابن الذين. انا ما كنتش موقع ان انا افتكر التفاصيل دي كلها بصراحه يعني. لا انا رهيب ليه بقى؟ لانه انا فاكر ان هو قال لك فين الستايلست. اول ما دخل عليا، وما شاء الله مصطفى يعني مصطفى حد وسيم ومؤدب كده ومحترم قوي. فاول ما انا جيت استقبلته وجينا بقى ايه، دخلنا بقى يعني على الاستوديو بقى او على المكان اللي احنا هنصور فيه. فاول حاجه بيقولها لي هو فين الستايلست؟ قلت له يا يمين يعني ايه ستايلست اصلا ده؟ يعني بيعمل ايه ده؟ بيعمل ايه؟ بس انا بقى انا عشان اغطي طبعا. بص دايما في الحالات اللي زي دي انت العميل شافك حاجه كبيره بقى. هو جاي بقى للراجل المخرج اللي ما فيش التنين المجنح، وجاي عن طريق وايامها بقى كنت انت ما شاء الله عندك اللي هي اسمها الدورات بتاعه المونتاج السوني فيجاس. بالظبط. كنت بادئ ساعتها يعني قبلها بسنه كده بالظبط دورات. فالدورات دي عشان ما كانش حد بيدي دورات زمان، ما فيش اصلا. انا بادئ في صناعه المحتوى ده من 2009 2010 مثلا. حبيبي ما كانش حد تقريبا مش في الدقهليه بقى، تقريبا في المنطقه يعني في منطقه الدلتا بالكامل. فده اللي نشرني جدا فعلا اياميها. وان كنت انا مسحت كتير من الكورسات دي لانها كانت قديمه قوي يعني. المهم اتصيدت جدا على حس الكورسات دي. فتعرفت بعد كده بقى ان انا راجل بقى ايه بتاع فيديوهات. ودي كانت من ضمن الحاجات اللي انا الحمد لله يعني في السنين الاخيره يعني انا بدات ان انا اعالجها. ان كان اي حد يقول لي اي حاجه بقول له انت مخرج، مصور، مدير تصوير، بتصور فيديو كليبات، مش عارف بتعمل ايه في المريخ، كل حاجه كل حاجه تمام. فهو مهم يومها دخل عليا بيقول لي الستايلست وكده. قلت له ستايلست ايه بالظبط؟ يعني عارف انت اللي هو انهي ستايلست؟ قول لي كده انهي ستايلست؟ في مرايه في الحمام هنا انهي ستايلست؟ قال لي عشان بس يعني اظبط شعري ووشي. وانا عايز اقول له يا عم انت ما شاء الله انت ما فيكاش غلطه يعني، ما شاء الله اللهم بارك يعني. المهم قلت له بص يعني انت عاوز حلاق صح؟ قال لي ماشي لو مفيش الا حلاق ماشي. هو حلاق اخر الشارع ده اهو. في واحد هناك اهو حلاقه، روح ظبط شعرك وسرح وروق وحط الجل واضرب مش عارف ايه على وشك وخلص وتعالى انا مستنيك. هو اول صدمه ليه ان احنا كنا قاعدين في الدور الخامس. دي كانت اول صدمه ليه. ما اعتقدش ان هو عرف كده غير لما احنا جينا. ما انا بقول لك اول صدمه لما طلعنا بقى طلع الدور الخامس. كان طالع ينهج. وانا فاكر فاكر شويه تفاصيل كده غريبه. بس لا هو الراجل كان طالع تعبان قوي. رغم من الحاجه دي كانت بكل بلاويها السوداء دي الا ان كان ليها طعم جميل جدا، ممتعه جدا جدا. التجارب الاولى دايما في حياه اي انسان بيحب حاجه او شغوف بحاجه بتبقى لذيذه وجميله جدا، اللي هي من سماع حلاوه البدايات. كوارث خاطر التانية ايه؟
انا مسميك خاطر ابو المخاطر عموما يعني. انا عمري في حياتي ما طلعت اتكلمت عنها، حتى ممكن اقرب الناس ما يعرفش حتى عن تفاصيل كتير من الكوارث دي. ممكن مش عشان انا مخبي، بس هو ما جاتش فرصه ان انا اتكلم، او ما فيش داعي ان انا مثلا يعني اتكلم عنها. لا النهارده احنا هنطلع كل حاجه. دي حاجه جميله قوي. طب انهي كوارث من وانت فكرك يعني انت جاي تقعد مع عظيمه علشان نتكلم في التقنيه وكده؟ لا ده عشان نطلع اللي جوه. الكوارث كتير. والدليل لان انا واحد بحب اجرب، واي حد بيحب يجرب، وبالذات لو كان شخص عشوائي زي حالاتي، هو حرفيا هتحصل له حاجات كوارث كتير بيعرف يغطي عليها. اي حد بيسمعني وعارف يعني وقع في كوارث، فهو قادر ان هو عارف يغطي ازاي على الكوارث ديت تمام ويمشي الدنيا. فممكن اكتر حاجه انا فاكرها ان انا حته فعلا كنت بدخل نفسي في كل حاجه وانا مش فاهمها، بس على امل ان انا افهمها واكسب سوق جديد. واحده من اكبر برضو الكوارث، مش هذكر اسمها عشان لو صاحبها بيشوفني دلوقتي يعني هيزعل قوي. في احد السنين انا جالي في مره اوردر كبير قوي من دكتور كبير في السعوديه، وعنده ما شاء الله مراكز تدريب، وجاي يصور هنا. قال انا عايز اصور حاجه ومنتجها واعمل فيديوهات تبقى من الاخر. مين اللي هيفيدني؟ يشاء ربنا ان صاحبي اللي في الوقت ده هو اللي كان بيكلمه ما كانش يعرف الا انا. فراح جه بعتهولي. اول بقى ما جه قاعد معايا، طبعا انا اخترت اغلى كافيه في المنصوره. يا بيه انت كنت البوصله بتاعت الفيديوهات، يقول لك عايز اعمل فيديو في المنصوره خاطر. هي دي كانت ميزه وعيب في نفس الوقت. ميزه الحمد لله انت متصيد، بس العيب ان انا من كتر الضغط اللي كان عليا بقى من الكورسات اللي بديها والورش وان انا ببرودكت يعني لناس كتير وكده. ايام كنت بدات الموشن جرافيك ولا لسه؟ لسه كنت بدات، كل ده كان قبل الموشن جرافيكس. فمن الضغط ده ما كانش وقت ان انا اطور نفسي. فالموضوع انك تتصيد في وقت انت مش جاهز ليه مش ميزه، هي ممكن تبقى عيب. فجال الراجل ده اخترت اغلى كافيه. يبقى الشباب ياخدوا بالهم، ناخد بالنا من الحته دي. طبعا مهمه جدا. قعدت معاه وقعدت اديله كده خطط كده كتير ما كانتش مدروسه اصلا كويس، ما كنتش فاهم مين رايح فين ومين جاي على مين، وبكلمه بكل ثقه. والله انا بتكلم معاه حتى انا يعني محمد عبد القادر حتى صاحبي هو يشهد، كان موجود معايا في القعده دي. حبيبي الهندسه محمد يبص لي كده انت بتقول ايه؟ متاكد ان احنا هنعمل الكلام ده؟ ايوه انت معاك المعدات. محمد يبص لي، وخد بالك بقى الخياطه كلها كانت على محمد. ايوه ما هو اللي هيمنتج. ايوه بالظبط، هو اللي كان هيمنتج فعلا. هو محمد استغرب يومها، وانا اقول له كاميرات واضاءات وهنروح نصور في منتجع في دمياط الجديده. هو يقول لي المنتجع ده طالع امتى ولا ايه ده؟ انا افتكرت خلاص. عرفت انت الشخص ده. المهم ورحت يومها كبرت الموضوع للراجل عشان اوصله من خطه عمل كانت مثلا بحوالي مثلا اعتقد كانت 2000 ولا حاجه، وصلناها ل 7-8000 جنيه. 7-8000 جنيه في 2013 و14 بالنسبه لنا احنا كواحد لسه يعني بادئ وبيعمل بورتفوليو ده رقم كان كبير. بس معلش انت اتفقت معاه على الرقم ده وعملت له شغل اضعافه يعني. انا عشان انا اتدبست ده حصل. عشان انا عارف انت لما تتدبس خلاص انت غصب عنك، غصب عنك هتعمل له كل حاجه. وفي حاجات كتير ما قدرتش اعملها فكنت بقى بعوضها له. من ضمن الحاجات والله مش هنسى اللي انا بعوضها له ان انا قلت له ما رايك تيجي تاخد كورس معايا؟ جه حضر الكورس قال لي لا مش كفايه. بص في ورشه انا هعملها تاني. حضر الورشه حسن يعني فراح بيقول لي انا ما استفدتش حاجه برضه. قلت له بص في كورس تاني جاي بعديه. وفي كل مره يسالني يا عم خاطر فين الفيديوهات؟ وانا متورط. انا فاكر المعاناه دي. انا فضلت سنتين. دي 2016. لا في 2015 تقريبا. لا دي 2016 انا فاكر بالظبط. 16 ديت كان بعد سنتين من الواقعه دي. لا صح. ايوه كانت الخناقه الكبيره بقى بعد كده بالظبط. فقعد يتكلم بص بقى، وحرفيا بدات ان انا ادفع من جيبي وبدات ان انا استلف كاميرات من الناس واخد مش عارف اميل على ده اخد منه عدسه ومن ده اقول له معلش تعالى صور لي. انت فاكر صورتوها فين؟ قصه غير مدروسه. فاكر احنا صورنا في 50 مكان في المكان اللي بتاع دمياط الجديده ده. دمياط الجديده. وعلى فكره لان يعني ما كناش مخططين كويس، او انا ما كنتش مخطط كويس. فاحنا دخلنا في اليوم الثاني، فروحنا دخلنا في ايجار يوم ثاني. ايوه فكل حاجه اتضبلت للاثنين، فاي حاجه انا كنت مأجرها اتضربت في 2. كان معاك في مين في التصوير فاكر؟ كنت انا قادر، وكان معايا محمد فارس. محمد فارس كان تصوير فوتوغرافي،
كان معايا احمد ماهر. احمد ماهر طبعا. احمد ماهر كان احمد طيب انا شفت جدا. الكواليس قاعد عامل كده اهو وسيبك احمد أيوة. ماهر اللي هو يعني يا سواد انتوا البرع. طلعتوا عيني بقى. اللي هو اعمل ايه. وانا كنت بتماثل ان انا قوي جدا وان انا يعني متماسك وان اللي أنا بعمله ده هو ده الصح. ايوه اللي انت بتعمله ده هيخليك نجم. ايوه وكل لما الراجل يقول لي احنا شغالين صح اقول له بص شوف النتيجه النهائيه وهتحكم. عالمي، شغل عالمي. هتشوف النتيجه النهائيه وهتحكم بص انا بنفسك. اتفرجت على الماتيريال يا خاطر، وبصراحه اقسم بالله صعبتوا عليا. الموضوع بجد. كان صعب. المشكله كمان ان الراجل الطيب ده طلع ان هو ما كانش محضر، وللاسف الشديد ده ورطنا ان احنا يعني حاجات كتير ومشاكل كتير كده حصلت. فدي واحده والله من الكوارث يعني اللي حصلت يعني. الحمد لله. خاطر احنا بقالنا كام سنه عايزين نعمل دايت كتير من يوم ما اتقابلنا. موضوع الدايت ده ودي من الحاجات بجد اللي انا بندم عليها لغايه النهارده ما عملناش دايت خالص. مين اول واحد خلاك تمثل؟ بص هو انت اظهرتني في التمثيل بس انا قبلها في كنت الفيديو. بمثل مع نفسي. في ودي الفيديو الحاجه دي عالمي. حتى النهارده انا ما نشرتش الفيديو ده بقى. اعتقد والله اعلم ان انا مسحته كمان. حاولت اعمل كام سكتش كده لقيت الموضوع رخم وقمت انا جيت قفلت انا كان نفسي اطلع ممثل. بس ايه عملت انا فيك ايه يا معلم؟ انت اظهرتني على الساحه. طلعتك على الساحه. فاكر الفيديو اللي احنا مع عملناه محمد فارس وكنا احنا بنتكلم مش عارف عن المولد النبوي باين صح؟ مولد النبوي والحلاوه. ايوه والحلاوه انا بتاع وضربت الواد حته ضربه يومها. ما هو لازم يكون تمثيل تحياتنا واقعي. لفارس دلوقتي اكيد بيشوفنا وهو يعني ايه سامح خاطر يا ابني على اللي عملوه فيك. لازم يكون واقعي. ما انا مش هقوم جاي عامل كده واقعي مثلا. ما ينفعش اضرب كده يا واقعي جماعه. إيه؟ لازم اضربه. انت كنت المفروض تخبطه فيقع على الارض على جنبه. احنا عدناها مثلا 16 مره بالظبط. وفي كل مره بضرب. كانت اسمها كنا مسمينها حلوه. كان بيقول لك ايه؟ حلوه يا شيخ. حلوه يا شيخ. حلوة يا شيخ. كانت جميله والله. فاكر الكارثه؟ طب من ضمن الكوارث بقى طالما انت حكينا بقى في الكوارث، فاكر البرنامج اللي كنا بنصوره ويجيب مثلا ب4 كاميرات باين ومش عارف ايه، وبعدين انت كنت طول اليوم بتدي الدوره بتاعتك وجيت والمفروض انك انت واقف على كاميرا وانا كاميرا وعبد القادر كاميرا واحمد ماهر كاميرا احمد عادل باين واحمد لا ما كانش احمد عادل. وبعدين سعادتك المفروض دخلت وقفت على كاميرا وقلنا مش عارف ايه اللي حصل كده، وبعدين قعدنا نبص كلنا لانك نمت وسايب الكاميرا. مع انها نادرا ما بتحصل بس مش عارف ازاي الكلام ده ازاي حصل. انت كان في يومها التصوير كان حاجه تبع فكره برد. كان في فكره زي أيوة، الاستوديو القديم بتاع فكره. ايوه كنا بنصور وانت جاي من سفر ومطبق يوم كامل وقلنا لك انت هتقعد بس على الكاميرا السهله اللي هي هنا بس. دي من ضمن الحاجات بصراحه اللي انا بدات ان انا فعلا احسنها ان انا يعني احسنها في شخصيتي. يعني ما بعرفش اقول لا بتحرج كسف. وجي حد حبيب مثلا زي محمد عبد العظيم بيقول لي خاطر احنا هنصور النهارده. كنت زمان اقول له طيب ماشي واقول له ماشي واقوم جاي نايم على الكاميرا واللي يحصل اللي يحصل بقى. دلوقتي اقول له لا والله معلش اديني فرصه لبكره. انما زمان كنت كل حاجه كانت مسموحه. بس ده اول برنامج عملناه شركه كلنا مع بعض كان جميل يعني. كان عظيم وكان حاجه جميله فعلا. لا كان حاجه كويسه بصراحه. وكان كله جهود بقى ذاتيه، فاحنا اللي بنصور واحنا اللي بنخرج واحنا اللي بنخرج ونمنتج ونوزع الاضاءه والصوت ونقعد مع الضيف حاجات كتير وبناكل معاه وما تنساش ان احنا اول حد تقريبا ازعم يعني ان احنا اول حد عمل ورشه في الميديا عموما. ادينا ورشه في المحتوى وادينا صراحه ورشه في المونتاج. اقول لك ليه برضه اقول لك ليه كمان. انا جالي ناس كتير اصلا من حوالين المنصوره قالوا احنا اول مره في حياتنا نشوف وما دفعتش ولا جنيه حتى اعلانات يعني فلقيت ان انا كنت اول واحد ادي في حياتي اصلا في المنصوره المحتوى ده. حصل طبعا التصوير والميديا انا اللي ساعدني بجد ان انا يعني شاركت خاطر في كل مراحل انتقاليه جميله. الحمد لله. يعني مثلا كنا احنا عندنا انت قلت بدل ما هاجر مكان بره تدي فيه الاول في المقر فكره، مع ان كان المقر كان الوصول لي صعب بس صعب. والله كان مكان مبارك. وعايز اقول لك ان هو كان مبارك في حاجتين. اكتشفت حاجه غريبه معلش بس على مقطع كلامك. اكتشفتها مثلا بعد 8 شهور من كل الانشطه اللي انا اديتها في المكان ده. وان مين اللي لفت نظري ليها بقى كان حد كده من الشباب كده قال لي انت المكان ده بتاعك؟ قلت له لا. قال لي فانا بقول له ليه؟ قال لي احسن
الشارع ده او المنطقه دي مكتوب عليها شارع محمد خاطر. ما هو كان مكتوب محمد ايوه خاطر. قلت له انت بتتكلم بجد؟ الشارع من بره كان مكتوب عليه محمد خاطر فعلا. فكان كذا حد اصلا، حتى لما انا جيت بهزر مع ناس كتير في الموضوع ده قالوا احنا كنا مفكرين فعلا بجد ان المكان ده بتاعك، الشارع ده أصلاً. مسمى عليك انت. قلت لهم يا جماعه والله انا اول مره اعرف ان الشارع ده اسمه محمد خاطر. حصل فعلا. ودي كانت اول دوره موشن جرافيك انت اديتها فعلا. هي كانت جميله هي اول دوره اديتها في حياتي في الموشن، وده اللي شجعني بصراحه. كان في سلطنه عمان، انا ما كنتش بدي موشن، كنت انا ساعتها بشتغل مع كذا كلاينت عندي. ده لما بشتغل في سافرت موشن. فكنت بشتغل موشن جرافيكس، كنت بخاف ادي شويه في الموشن، كنت معروف جدا ان انا خاطر بتاع المونتاج والتصوير او المونتاج معنى صح. فعلشان يعني اشفت بقى الحته بقى الموشن دي، ما جرأنيش غير سفريه عمان. انا فاكر انا من كورس التصوير كنت انا كنت الموديل اللي كنت بتصور. ايوه انا اللي كنت الموديل. انا مش هنسى الصور ورشه التصوير. على فكره صوره لغايه النهارده عندي وهو قاعد بيعيط وزعلان ومتضايق. يومها ابوك اللي قال لي يومها، انا كنت حتى كنت انا بهزر حتى مع بابا بقول له هو يوسف ماله كده؟ قال لي على فكره كان بيعيط وزعلان فعلا. ليه بقى ما كنتش خليته باين يطبق او يشتغل؟ كنت انت موقفه موديل. قال لي ولا هو عمو خاطر جايبني عشان يقعد يصور عليا. يومها وكنت اقول له مالك يا يوسف؟ يقول لي مفيش عيني بتوجعني، فانا خلاص انا صدقت. دلوقتي النهارده يوسف مخرج البرنامج اللي احنا قاعدين فيه ما شاء الله، ربنا يبارك. الحمد لله. بس كانت ايام جميله والله يا خاطر، جدا بجد جدا والله. خاطر لو انت ما كنتش اشتغلت في يعني في الحاجات اللي هي صناعه المحتوى وكده، كنت تتمنى تشتغل ايه؟ لا سؤال صعب. ان انا سالته لنفسي وما اعرفش. يعني انا حتى مثلا انا كشهاده انا معايا مثلا بكالوريوس اداره اعمال مثلا، يعني المفروض اكون راجل مدير وبزنس، وكان ده اكتر حاجه انا ما بحبهاش في حياتي. والله. لا ما هي الدراسه مالهاش دعوه، احنا بالنسبه لنا عموما يعني مجال الدراسه الدراسه ان انا ماليش حاجه بديله. يعني انا لو ما كنتش شغال في المجال ده كنت انا ممكن اشتغل مثلا IT. انا بحب الكمبيوتر جدا. IT اصلح واظبط واعمل والدنيا دي كلها كIT. اتجاه الميديا هو ليه قصص قديمه كتير، بس يعني انا حبيت الميديا قوي وسوقها جميل كويس. هو تشكيل على بعضها جميله خاطر يعني بجد. ربنا يديك الصحه يا حبيبي ويبارك فيك. طيب يا سيدي، انت دلوقتي احنا هننقل مرحله او هننقل على فقره جديده اسمها جلا. ودلوقتي جينا لفقره جلا. صاحبنا النهارده مطلوب منه يختار كارتين من 5 كروت: كارت الهروب، كارت الندم، كارت التضحيه، كارت الوهم، وكارت الفشل. وهنسأله كم سؤال في الكارت اللي اختاره ولازم يجاوب. تعرف جلا يعني ايه في الضمنه؟ لا ماليش في الضمنه اصلا. احلى حاجه. بس انت ليك في الايه بقى يا معلم؟ في البلاي ستيشن، وكنا بنحط عليك برضه. يعني معلش لما كنا بنروح نلعب بلاي ستيشن يعني برضه يعني سواء ضمنه الحاجه الوحيده اللي بحب العب بسببها البلاي ستيشن هو ان انا ما بعرفش العب، وبدعي لاي حد بالذات اللي هو جديد ان انا حريف وهجيبه، فيلاحظ ان انا ما بعرفش العب فاقعد انكت فيقع على نفسه من الضحك فاغلبه. فالجو الجميل ده انا كنت بحبه، لكن ما بعرفش العب اصلا. انت كنت بتزامل مين لما بنروح؟ بايه؟ لما كنا بنروح البلاي ستيشن كنت بتزامل مين في الزوجي بتاع كوره؟ ما اعرفش، مش فاكر. كان محمود مصطفى ولا كان عبد القادر؟ والله مش فاكر. كان احمد ماهر باين. كان احمد ماهر تقريبا. ما عشان كده كنت بتغلب. طيب بس قبل الحته دي هنقول لك ايه الحاجه اللي كان نفسك فيها وجلت منك؟ كان نفسي فيها وجلت مني؟ راحت مني يعني حاجات كتير والله. ايه اكتر حاجه يعني اللي هي ايه، مش هنقول زعلتك يعني، اللي هي قلت كان نفسي تيجي بس ما جاتش؟ هو سؤال صعب، بس ممكن اكتر حاجه بصراحه ان انا كنت اكون يعني ممكن مثلا مركز في حياتي بدل العشوائيه اللي الواحد عايشها دي. والله ان انا ركزت بصراحه كان زماني في مكان تاني. انا دايما بقول لاحمد ماهر، يا احمد يا ماهر انا واحد بشيل كاميرا من 2006، مش لو كنت ركزت ساعتها في صناعه المحتوى وفضلت مشيت فيه كان زمان دلوقتي واحد عنده بال20 30 مليون مثلا فولور. بص يا خاطر، فانا اعتقد ان هي دي الحاجه اللي انا فعلا ندمان بجد ان انا ما ركزتش فيها طول حياتي. رغم كده انا شايف
ان خاطر ليه اثر كبير جدا، بعيدا بقى عن الهزار يعني، ان خاطر ليه اثر كبير جدا 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 في اجيال، مش هنقول جيل. وممكن ده اللي بسط الواحد شويه بصراحه. البدايات كانت جميله، سكك البدايات كتير كانت أنا فيها دخلت تضحية فيها. كبيرة. يعني انا كنت من فتره كده كنت في مكه، فقابلت حد هناك فلقيته يعرفني، فبيقول لي انت ما تعرفنيش طبعا. حد ما شاء الله كان حاجه كبيره قوي يعني، ماسك ميديا كده وشغل تقيل وكبير قوي فبيبص لي بيقول لي خاطر، قلت له انت تعرفني؟ قال لي يا راجل، انا مشهور. قال لي انا لولاك لما كنت هنا. قال لك انا لولاك لما كنت هنا سبحان الله انا اتعلمت منك من 12 سنه. حصل. احنا ممكن ما اتكلمناش ابدا ولا تعرفني ولا اي حاجه، بس انت اتعلمت منك الفيجاس. قلت لا يبقى انت راجل قديم بقى. ايوه تعالى بقى، طالما فيجاس يبقى انت قديم. فيجاس، واشتغلت بعدها في قناه كذا، وبعد كده لغايه اما وصلت بقيت عندي كل التيم وكل الناس دي. فانت السبب في اللي انا فيه. الناس ده لما اقابلها بنبسط جدا، بقول الحمد لله. ممكن لو الواحد كان ركز ما اعرفش كان ايه اللي يحصل، بس يعني هو كتر السكك اللي الواحد دخلها عشان يجرب حاجات كتير خلته يسيب ممكن اثر في كل حته. حقيقه، ده حقيقه. ما اعرفش ممكن انا كنت انقطعت فتره صغيره كده عن شغل الميديا والبتاع، وبعدين لما رجعت سمعت ان في الفيجاس بقى برنامج قوي جميل وحاجه جميله. فقلت ادور بقى على اليوتيوب ونبدا ايه. احنا خد بالك احنا بدانا برضو بدانا من الصفر، وتعليم ذاتي وحاجات كده يعني، ما كانش متوفر الشغل زي دلوقتي والله. ومن تحت الصفر. الصفر ان انت يكون عندك جهاز كويس وكورسات كده. احنا ده اسمه الصفر. احنا من تحت الصفر، لا كان في كورسات ولا جهاز كويس ولا امكانيات، ولا احنا عارفين ده المجال ده اسمه ايه، ولا احنا رايحين على فين. دي حقيقه. فدي تحت الصفر بتاعتنا للاسف. فلقيت خاطر عامل دوره للمونتاج وهتدي فاكر انت ايامها لما كنت بتدي فيجاس في مش عارف عند المستشفى العام. قلت بس، فجيت قلت لك انت اخبار البرنامج ده؟ قلت له حلو. فحضرت معاك الدوره دي كامله لحد ما خلصناها. وبقى شفت بقى الكلام ده قديم. ايوه قديم. طيب قديم قوي كمان. تسحب كارت يا معلم؟ يلا بينا. يلا يا سيدي. يا خوف يا خاطر. ما تقولش كرر اصلا. ايه؟ بقول له يا ريت ما تقولش كرر يا راجل، ده انا قلت لكم في البيت قصه انا راجل عشوائي هاخد حاجه منظمه. كله بيقعد يقول كده. يلا اتفضل اسحب كارت يا باشا. هناخد اللي على اليمين. طيب شفت الموضوع بسيط ازاي؟ طب اسحب بقى يا معلم. استر يا رب. اقرا. طيب اقرا يا باشا. الفشل. هو اكتر حاجه حصلت في حياتي. الورقه دي طالعه مخصوص ليا يا احمد. الموضوع ما هو الورق كله مكتوب عليه الفشل ولا ايه؟ لا يا حبيبي، انت هتسحب ورقه دلوقتي وهتشوف يا حبيبي. ماشي. طيب الفشل ماله الفشل؟ هل معنى الفشل ان انا اعمل ستوب خلاص والف ظهري وارجع عكس الاتجاه، ولا معناه انها نقطه وابدا من جديد؟ تراجع فيها نفسك بس. وبعدين معلش، مين اللي يحكم على الفشل؟ احيانا مش انت، احيانا اللي حواليك. انت ممكن تكون ناجح. انا في فتره من الفترات والله فكرت ان انا اوقف كورسات لان انا حاسس ان انا فاشل حرفيا. فاللي حواليا لما لقيت ان هم منتفعين وقالوا ده انت مش لاقيين حد زيك فانا بدل ما كنت ماشي في طريق انا شايفه ان هو طريق غلط وان انا فشلت فيه، فكرت ان انا لا، طب ما اطور نفسي شويه. لان انا عارف انت لما تقعد تقول محتوى 500,000 مره فتقول خلاص انا كده فاشل. انت مش فاشل، انت ناجح. بس انت لو طورت نفسك هتبقى في اتجاه تاني. ولكن في التوقيت ده بالذات احنا يعني احتماليات الفشل كتيره جدا. ليه؟ لان الموارد ضخمه جدا. انا النهارده لو عايز اتعلم مجال زي المونتاج مثلا، في قدامي 500,000 واحد هتعلم منه. فممكن اتعلم شهر شهرين افشل. طب اعمل ايه؟ اسيب المجال برمته او اسيب مجالات الميديا دي واروح لاتجاه تاني؟ اقعد مع حد فاهم. لا، رايي يقعد مع حد فاهم. وخد بالك بس، انت اللي كان بيميزك في الشغلانه دي ايه او في المنطقه دي ايه؟ سهوله توصيل المعلومه. هي دي سبحان الله، دي موهبه بقى من عند ربنا. الحمد لله. اي حد يعني انا مثلا شفت في المجال كتير وانت فاهم وعارف طبعا، في ناس كتيره جدا بتدي ميديا واقوياء وكلام من ده وكل حاجه، انما ما عندوش سهوله توصيل المعلومه. يعني كان لنا احد اصدقائنا يعني نذكره بالخير، يعني اخونا مصطفى المصمم المحترف. مصطفى ما كملش الجزئيه بتاعت مثلا اليوتيوب والتعليم وكلام من ده، واخد بالك؟
الا انه قوي جدا في منطقه توصيل المعلومه بسهوله. على فكره سلس جدا في توصيل المعلومه، وانا ازعم ان انت كذلك. يعني مساله المعلومه توصل، يعني لما يوسف المخرج بتاع البرنامج بتاعنا لما حضر معاك دوره الموشن جرافيك من البدايات، جاء هو يعني كون ان هو كان طفل او وقتها يعني صغير لسه، وكون ان هو يجي يقول لي انا المعلومه فهمتها بسهوله وكلام من ده. فدي موهبه ربنا يبارك لك فيها يا رب، الحمد لله. ودايما كده الحمد لله. تعلم الاجيال اللي طالعه. بوسه من خاطر للمخرج من وراء الحمد لله. هي مش حاجه، بس هي ممكن تكون فعلا ان انا بحب جدا 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 ان ادرس وان اعلم الناس. زائد نقطه تانية، دايما بحط نفسي مكان اللي قدامي. انا في يوم من الايام كنت زيك مش فاهم اي حاجه، فما تجيش وانت قاعد بتتكلم معايا مثلا تقوم انت جاي قايل لي انت هتفتح 5 كومبوزيشنات وهتحط لاير بالطريقه الفلانيه، وبعد كده هتبتدي ان انت تدي مثلا كي فريم مش عارف ايه. يا ابني انا مش فاهم يعني ايه كومبوزيشن، يعني ايه لاير، ويعني ايه كذا مش عارف ايه. والله فبالراحه واللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. والله ده اللي فتح لي سكه في الخليج بالذات مع العديد من الوزارات في سلطنه عمان، ان انا انزل اشرح لهم. وكان كل دوره بنزلها طبعا ببقى نازل وانا مرعوب، بعد كده بشوف الفيدباك بلاقي ان بفضل الله اللهم لك الحمد عمري ما قلت عن 10 من 10 في التقييم العام. ما شاء الله. الناس كلها بتقول انت اسلوبك في الشرح سلس جدا. جميل جميل. لان انا بحط نفسي مكانه. انت خطوه الخليج دي فرقت معاك في حاجه؟ يعني مش هي ما ادتنيش خبره ولا حاجه، بس كانت بتدي صيت اعلى، ممكن معارف اكتر، اعرف الناس اكتر. بس اثرت على شغلك بشكل عام ولا ظبطته؟ بمعنى ايه؟ بص، هي ظبطت الشغل اكتر. يعني اما انت تقول انا اول دوره اديها في حياتي دي كلها في الموشن جرافيك، انا حرفيا انا ما كانش معايا ولا اي داتابيز اشتغل عليها. كان كل الناس تسالني فين شغلك، ما اعرفش. فين الطلبه او فين الدورات اللي عملتها قبل كده، ما اعرفش. مش عارف ايه، ما اعرفش. لولا ان اللي سندني في القصه دي ان انا قلت لهم يا جماعه الراوند الاول اديته في سلطنه عمان ونشرت الصور، ده زقني جدا في البدايه. انا كنت بقول يا رب يبقى معايا بس 10 حتى اديهم، يعني يبقى منظرها حلو. بفضل الله كان معايا 65 واحد في المجموعه. ما شاء الله. غير الاونلاين. فالموضوع هو بيفرق ان هو يعني هو بيصيطك اكيد وبيديك خبره في التعامل مع طبقات اكتر، وتعرف بعد كده لما انا اشتغلت في الاونلاين بتعرف بتوع الخليج دول اجيبهم ازاي. ايوه سواء كوافد او واحد خليجي نفسه. ايوه حقيقي. طيب هتسحب باك انت كمان؟ يلا بينا. يلا اتفضل يا سيدي. تاكد ان الكارت اللي في الاخر بقى. اتفضل براحتك. هروب. هروب. اهرب. الكلمه دي مثلت لك ايه اول ما شفتها كده؟ الهروب. عايز اهرب من الحلقه دي بقى كفايه كده. ما اعرفش. الهروب ده انا اكتر واحد بهرب، واكتر واحد لما بوصل عند باب الهروب برجع تاني. يا راجل. والله. جميله دي. يعني انا كتير دايما بقعد اقول لنفسي كفايه عليا مونتاج، ما عدتش قادر اكمل. خلاص. وطبعا انا اكيد مش بكتب كده يعني على الفيس. انا مش من نوع الشكايه يعني. سبحان بس الله. بقعد اقول كفايه كده بقى خلاص. مجله بيجيب هم وتعبت وزهقت وحاولت كتير وما عرفتش اوصل ومش عارف ايه، واخد قرار ان انا هنام النهارده بقى على المخده وانا انا طلعت من المجال ده. يوم يومين ارجع تاني الاقي حد مثلا بيسالني انا عايز ابدا في المجال، ابدا ازاي؟ الاقي واحد تاني مثلا انا عايز اخد كورس، الاقي واحد تالت. سبحان الله كانه ربنا بيفتح لك سكك انت هربت منها بترجع تاني. فبترجع تاني. ما هو اكيد. وبلاقي نفسي بتكلم مع الناس او بعمل ممكن مشروع يجي لي بعد كده وانا مستمتع جدا جدا. ما هي بتبقى حاله كده من الشبع انت بتوصل لها. يعني انا اكيد الشبع هي من الملل والزهق واليأس. ما هو الشبع دي بتيجي من ايه؟ من كتر هو معلش الواحد لو شرب ميه كتير ازازتين لو شربهم هيشبع ولا لا؟ طبعا. بعد الشبع ده خلاص لو حد حاطط قدامه ازازه ميه لا يمكن هتغريه او كده. انت فاحنا في المرحله اللي انت فيها خلاص جبت اخرك فيها. علشان الناس بس ما تحسبش ان ان الكواليس زي الفل وان الناس دي مبسوطه وعايشين تمام. لا. ده في حاجات كتير ورا الكواليس دي. ايوه. طيب بالنسبه للهروب، موقف حصل لك وقررت خلاص لازم تقف وتهرب تخلع، ايه؟ من 2 سنين. هو سؤال جميل، بس انا في الاجابه الوحيده اللي حاضره على دماغي من 2 انا كنت ساعتها في اخر مراحل ان انا اشتغل بره مصر. كنت
كنت انا شخص يعني في ده بقى كانت نهايه، اعتقد يعني كانت نهايه عصر العشوائيه بالنسبه لي بقى. فان انا بشتغل في اي حاجه كان يجي لي فرص مدير تسويق في شركه كذا في الرياض، يلا. والله تصوير مؤتمر كذا في الدمام، يلا اجري. مش فرصه واطلع اجري، مش عارف كده. والنتائج اللي تطلع هي بالنسبه للعميل هي عادي كويسه مرضيه، بس بالنسبه لي عك. ايه اللي انت عملته ده؟ مش ده اللي انا كنت متوقع ان انا اطلع بيه. أيوة. وقبلها بقى كنت بقى ايه بدوس في اي حاجه. فجيت بقى وصلت بقى للنقطه دي، وكان معايا ساعتها طبعا اقامه والدنيا كانت زي الفل في السعوديه، وكان ممكن اشوف فرص واكمل. قلت لا ستوب بقى، انا ههرب بقى، او انا يعني هخرج بقى خلاص من ايه، من قصه بقى اللي انا اقعد اضبش كده واسمها ان انا بدور على فرصه كويسه في دول الخليج وهنزل مصر عشان اركز. وارجع تاني بقى ايه، انفض التراب عن السوشيال ميديا بتاعتي اللي بقالها سنين معموله ومفيش فيها كونتنت او محتوى يعرفني. انا لا الناس عارفاني ولا انا عارف اعرف نفسي للناس. حتى ناس كتيره جدا من الطلبه، مين خاطر ده اخدت معاه كورس موشن، ما اخدت معاه كورس مونتاج، هو بيشتغل ايه. كنت رحت صورت عنده في مره، كل واحد ليه تعريف شكل. ايوه. وبدات قررت فعلا في الوقت ده ان انا اقف وابدا بقى كاني بادئ من اول وجديد. دي الفتره اللي انت عملت فيها الشركه بالمسمى الاول، اخر سنه ونص سنتين. بفضل هي فرقت جدا معايا لغايه النهارده. حته النقطه الاستقرار وانك انت خلاص بقى ليك مكان على الارض. فمش كل هروب حاجه وحشه، بالعكس او حاجه سلبيه. لا تمام. في هروب احيانا انت بتهرب من مرحله انت جبت اخرك فيها، وبتبدا بقى ايه تنظم نفسك من اول وجديد. طيب بص يا سي خاطر، ايوه دلوقتي اديني دلوقتي احنا وصلنا لفقره مهمه قوي اسمها ضمنه. يعني انت كده يعني خدت ضمنه وكسبت الراوند الاولانيه. انا كسبت يعني فعلا انت يعني لسه، ما هو يعني اهدى على نفسك، انت لسه انا ما بفهمش ضمنه فمساء الفل يعني. هو بيتكلم بجد ولا بياخدنا على قد عقلي؟ انا كسبت يا جماعه، معقوله؟ طيب في فقره المكسب دي اللي هي ضمنه، اتعلمت ايه من الشغلانه بتاعتك؟ الصبر والاستمراريه، بس تتلخص في الكلمتين دول من غير كلام كتير بقى. اصبر في اي مجال انت داخل فيه واستمر فيه. استمر كلمه احنا بنسمعها كتير، بس هي صح وغلط في نفس الوقت. يعني هي صح لو لقيت نفسك انا كل شويه انا عمال بكبر بفهم في المجال، فالملازمه ليها بقى الصبر. لان الموضوع مش سهل، بالذات النهارده في 2026 فما فوق وانت طالع، ان انا ابقى بقى مصمم جرافيك، مصور، مهندس، دكتور، اي حاجه وظيفه في الدنيا دي محتاجه صبر شديد طالما عرفت ان ده طريقك. فبس فده اللي انا جلد يعني الاعلى من الصبر بشويتين. لا هو صبر مش جلد قوي، مش للدرجه بصراحه. الجلد دي بتبقى في حاله ان انت مثلا بقالك 3 سنين بتضبش في حاجات كتير ومحتاج تركز. الترانزيشن ده بقى محتاج جلد بقى، لانك انسان عايش، وده اللي انا عشته. انت محتاج تركز وتمشي على طريق وما يلهكش المغريات. انت بتقول لهم عصاره السنين اهي، بس الناس تاخد بالها بقى الشباب. بص الكلام سهل. انا عايز اقول لك ان مهما قلت الكلام سهل. يعني شوف انا قلت الصبر والاستمراريه اهو، بس انا بقالي 18 سنه بعيش في المعنيين دول. حصل حقيقي. فده اللي انا اتعلمته فعلا بجد من المجال بتاعي ومن اي مجال. الصبر على حاجات كتير، على عملاء تافهه وحقيره معاك، على عملاء كويسين معاك، حتى العميل الكويس محتاج صبر، حساس جدا. انت كفايه اللي حكيته في المنطقه دي. فاكر احنا كان في عملاء برضو كده ويجي لك العميل ويقعد ويقول ويعيد وياخد منك وقت كبير جدا. الحته دي كمان محتاجه صبر. بص انا هحكي قصه سريعه كده بس، ورب صاحبه القصه يعني ما تكونش بتسمعني. يعني انا عامه انا مش هقول لي اسمها يعني. ماشي. فهي في شخص قولوا احنا هنعمل باك هي الشخصيه دي هي عملت معايا حاجه كان كذا حد عملها برضو، عشان كده بقول يا جماعه الصبر والاستمراريه. كنت انا لما دايما ادخل دايما كده يعني مع عميل مثلا ويقول لي والله انا عاوزك مثلا تعمل لي مثلا براندنج مثلا، حتى مش هقول القصه حتى بشكل كامل يعني. تمام، انا عايز اعمل لك مثلا براندنج، فانا اجي اقول لي مثلا والله لمين اسمك ايه؟ محمد. اقول له مثلا ابو حميد دلوقتي انا عايزك يعني هنعمل براندنج لعميل مواصفات 1 2 3، هندخل معاه في ميتنج، هيعمل ايه؟ يلا بينا يا باشا.
دخلنا ميتنج وقعدنا ساعتين، ومحمد قاعد لما زوره اتنبح مع العميل. محمد سالني بعدها العميل رد، اقول له لا. بعدها ما رد، لا مش عارف ايه، لا معلش يا محمد والله انا اسف، يعني المره دي بس الموضوع ده عندي خلاص. هو والله حتى ما ردش، حتى على الشغل بتاعنا كفيديوهات ما ردش عليه. جيت لمحمد بعد اسبوعين 3، ابو حميد المره دي العميل ده بقى جد بقى خلاص تمام، وان شاء الله هنشتغل مع بعض وهنعمل براندنج مع بعض، هندخل ميتنج تاني. معلش اديك فلوس طيب. والله قلت كده فعلا، قلت لها كده فعلا يعني، طب اديك فلوس؟ قالت لي لا خلاص يلا بينا. دخلنا ونفس اللي حصل مع العميل. ميتنج ونكتب ويقعد يكتب. فالشخصيه دي هي صعب انها تكبر. ليه؟ بيزهق بسرعه. يا جماعه احنا في مجالنا ضريبه، في وقت كتير ضايع في البروبوزال او اللي انت بتعمل عرض للي قدامك، بس ده بيضيع. خطر. ما هو ده خاطر برضه، اصل خد بالك من حاجه، عارف لما بيجي بقى عميل في المجال اللي شبه ده وتيجي تقول له ايه لازم تدفع ديبوزيت في البدايه معلش عشان احنا كده الدنيا تبقى تمام، يقول لك ليه واحنا عملنا حاجه علشان نبدا ومش نبدا. ما هو ده بقى سبب المواضيع اللي شبه دي. ما انا لازم اربط كلام زي ما بيقولوا بالبلدي كده، ما انا لازم ادفع عربون. ممكن اختلف معاك شويه في النقطه ديت. انت لازم يكون بالك طويل في سوق العمل. حد بيتصل؟ لا خلاص، ما لو اتصل تاني قول لي. فانا دلوقتي لازم يكون عندي صبر في حته. على فكره دي والله بتفرق صدقني من شخص لتاني، من شركه لتانيه، انه يقول لك انا خاطر قعدت معاه. وده حاجه انا بعملها شخصيا مع اي حد، حتى انت فاهم في اخر ميتنج احنا كنا تمام. فبقعد انا بفيدك كانك انت مش اخويا، ده انت شريكي. حصل. بقعد اقول لك اعمل كذا وما تعملش كذا وسوي يفعل وحرفيا انا ببقى مروح البيت او راجع الشركه تاني ببقى خلاص مش قادر اتكلم، طلعت له طاقه رهيبه. حصل. بتصعب عليا نفسي وبزعل طبعا اكيد ان هو في الاخر ما ردش، ما عبرنيش، راح لحد. ودي بتبقى حته عارف ضربه كده في الدماغ كده لما تلاقي عمل الشغل مع حد تاني. طب يا ابني انا ده انت كنت بتظهر ان انت في قمه الرضا، ليه سبتني ومشيت؟ فدي حاجه موجوده. لذلك انا بقول لك ايه، لازم في الحاجات الاتفاقات اللي شبه دي اولا اصلا اتعلمت اتقرص من الحته دي كتير. فطبيعي جدا ان انا اهلا وسهلا حضرتك محتاج ايه 1 2 3 تمام، اتفقنا على البنود الرئيسيه. انا بنصح والله لله برضو كده لما بيجي لي عميل، خد بالك لما بيجي لي عميل احس انه لسه في البدايات والموضوع لسه احس ان ميزانيته مش هتبقى قد كده، بقول له والله الخطوات اللي يقدر يمشي عليها في البدايه لحد ما يقدر يثبت رجله ويبدا يصرف بقى ميزانيات كبيره وكده وقتها لا اعمل 1 2 3 في الخطوات. اما العميل اللي بيجي كبير، انا في عميل حقيقه يعني حصلت معايا فعلا كبير وحجمه كبير جدا يا خاطر جدا، ورغم ذلك قعدنا مع بعض وهو عارف الحمد لله شغل محمد في التسويق عامل ازاي. فجينا اتكلمنا في بلان كبيره واستراتيجي هايله يعني، واللي كان جايبه اصلا ليا عميل عندي بالفعل حقيقي. واتكلمنا في جو حلو كده، وبعدين قال لي طب الميزانيه ايه؟ والله قلت له الميزانيه اللي تناسبك على الحجم الكبير الجمهوري اللي انت عايزه رقم قد كده. وده يعني لو انت عارف بقى شركات القاهره وكده لو عملته هتعمله مثلا 3 اضعاف بالظبط يعني. فقال لي طيب ماشي، طب خلاص اتفقنا وهنكتب العقود امتى؟ قلت له خلاص يومين ونكتب العقود. حلو تمام. يومين ما ردش فقلت خلاص اوكي، فبعت لهم رساله اعتذار ان انا بعتذر عن الشغل واحنا كده تمام. فبعدها بيوم حد تواصل معايا من المكان وقال لي احنا ممكن نشتغل يا فندم وتمام، بس اللي يناسبنا دلوقتي ربع، اقل من ربع الميزانيه اللي احنا اتكلمنا فيها. فطبيعي ان انا اعتذرت، شكرا احنا بنعتذر. فالناس بتبقى فاكره ان الموضوع ان احنا عايزين بلعت فلوس وخلاص، لا بالعكس، انت بتعمل شغل بروفيشنال حلو. والخلاصه في الموضوع ده بصراحه اللي انا اكتشفته لان انا بقيت اقيس تجربتي انا لما اشوف اعلان يعجبني وادخل اسال مثلا، فبقيت الاحظ ان زي ما انا بسالك انا بسال 5 غيرك. حصل. فانا بقوم محمد ما خلاص انا بتكلم معاك جد، انا مثلا على سبيل المثال انا عايزك تسوالي، فبقعد واخد من وقتك واتكلم وبروح لاحمد وعبد الله ومش عارف ايه والناس دي كلها، فلاقي ان في واحد هيديني نفس العرض بتاعك بسعر اقل. انا كعميل انا جاهل، انا ما اعرفش، انا ما جربتكش لسه تمام، بس الاقي عميل بقى يقوم بقى جاي قايل لي بقى حته يغريني بيها، يقول لي بص يا باشا ما تدفعش اي حاجه في اول اسبوع خالص،
وتاني اسبوع لو شفت نتيجه مننا انت هتدفع 20% من المبلغ. بتبقى لعبه صايعه برضه، بيبقى ليها برضه ايه، بيعرف يلعبها ازاي. هو محمد ما يعملش كده. محمد متاكد ان انا 100% ان شاء الله يعني انا عارف ان انا هنجحك، لان انا اشتغلت مع 1000 واحد غيرك. فانت رقم 1001 بالنسبه لي. بس مش بروفيشنال الحركه دي. بص، هي العميل ما يعرفش بقى بروفيشنال ولا ده مبتدئ ولا حاجه. هو بالنسبه له انا بتكلم، انا بالنسبه لي انا يعني. بس انا هقول لك، انا هديك فكره بسيطه وتافهه جدا. الفتره اللي فاتت وانا كنت بجهز الاستوديوهات كنت انا بدور على ارفف، فالفيسبوك طبعا ما بيصدق. خد يا باشا، كل الناس بتوع الارفف. فانا بعد ما كنت بتوصل مع واحد بس واداني عرض كويس وكل حاجه، لقيت فيه 500 عرض فبعت لهم. فلقيت ان في بعضهم بيقول لي ان انت ممكن تاخد، هنبعتها لك وهنبعت لك معاها مش عارف هديه ايه، والدفع عند الاستلام. اللي فات ده كان كله بيقول لي لازم تدفع المبلغ. فانا جيت قست تجربتي مع تجارب ناس كتير برضو كانت بتجي نفس الفكره. طب ما انا كلمتك واديتك عنواني واديتك كل تفاصيلي اهوت، ليه ما كملتش معاك ورحت حولت لك؟ مع انه والله الموضوع كان واقف على التحويل وكنت هحول له. ان انا لقيت تسهيل اكتر، لقيت حد مسهل لي الدنيا مثلا اكتر. فده اللي بس انا اظن يا محمد الخدمات بتفرق عن السلع. انا بتكلم يعني السلعه انا هقدر اقيمها في وقت. يعني مثلا في مواقع انا ممكن اشتري منه، هيجي لي السلعه بتاعتي، همسك السلعه في ايدي اهو، انا شفتها خلاص تمام. طب محتاجها مش محتاجها، اقوم اعمل ايه؟ اشرب بقى البتاع برد. محتاجها هاخدها، مش محتاجها هقوم اعمل ايه؟ هقوم مرجعها له خلاص وخلصت. انما الخدمات بتفرق، ان انا جاي لك وعارف انت اسمك ايه وعارف طريقه شغلك ازاي. ده حاجه ثانيه. بص الحمد لله الفتره الاخيره برضو دي من ضمن النتائج الكويسه اللي انا وصلت لها بصراحه من التركيز. وده ليفل انا بحبه وكان نفسي فيه، وفي ليفل تاني اعلى نفسي اوصل له. المهم الليفل الحالي ده ان اللي بقى بيجي لك بالاسم، ان انا رايح لخاطر عشان يمسك لي شغل الايديت او الفيديو ايديت او شغل البرودكشن، الميديا برودكشن عموما يعني. فانا اول حاجه، فانا حتى العميل ده يعني ممكن ده من كتر اللي الواحد شافه في حياته بقيت عارف اميز ما بين العميل ده وبين عميل هو مش عارف لسه هيشتغل ولا ايوه او متردد. فبقيت اتكلم معاه بلهجه ان حضرتك عاوز ايه 1 2 3. طيب ماشي، احنا ان شاء الله الاسعار بتاعتنا هتبدا من 10x فما فوق على طول. يا لا خلصت بالظبط. ايوه يلا نتناقش. لا خلاص سلام عليكم، ما بردش. طيب يا سيدي احنا كده ونص ايه البتاع بارد يا جدعان. طيب احنا كده وصلنا شاي بارد. وصلنا لفقره رازع ولا فقره الساحر. فقره الساحر. الدور ده صاحبنا هيسحب ورقه من صندوق المفاجآت. يا ترى الورقه فيها ايه؟ يا ابني خش علينا يا ابني بالبوكس. رازع ايه؟ استنى يا ابني انت هتعمل ما انا هقول لك، انا هشرح لك كل حاجه. جايين تضربوني هنا؟ لا مش رازع، مش معناه ضرب يعني. بص يا ابني انت ما لعبتش دومنه قبل كده. هو الرزع والضرب ده في البتاع في الضمنه برضه؟ والله انتوا عارفين ضمنه؟ الرزع دي يعني لما الواحد يبقى معاه من الرقم اكتر من 4. يا دي الكسوف يا جدعان. ماشي. بص رزع ولا نص دي من النهايه من الاخر يعني. لما بيبقى معاك ورق ضمنه، لو معاك من الرقم الواحد اكتر من 3 ده اسمه رازع، معاك اقل اسمه نص. يعني هعمل ايه؟ بدو اعمل ماشي، خلينا معاك. هنشوف دلوقتي. خلينا معاك. بص انا بعد البودكاست يعني يا اما حظك هروح على القهوه على طول. هخش اقول لهم رزع ولا نص، جله ولا مش عارف ما تقلقش، اول ما تخش تقول لهم كده هشوف اثره على وشك. بص يا سيدي، دي فقره الشائعات. معانا بوكس كده في شائعات على المجال بتاع الميديا. حلو تمام. وانت وحظك بقى. يعني بسم الله. هم دول ورقتين ولا انا؟ هات ورقه منهم. امسك. شكرا. انت وحظك. طيب بيقولوا خاطر لما العميل بيطلب تعديل هو مش مقتنع بيه بيسيب الفيديو زي ما هو، بيغير اسم الملف ويبعته تاني، والعميل بيقول له الله ينور. الله ينور ايه كده ظبطت. ايه رايك في الحته دي؟ على فكره والله الاعداد اللي عامل ده انا ما اعرف السؤال ده اصلا. هو الاعداد عارف الكلام ده؟ انا مخترق. هو انا لو قلتها دلوقتي هتبقى مشكله. قول. بس ده ان هم عارفين بجد ولا ايه؟ يا جماعه ده يا لهوي،
انا هقولها وربنا يستر. خلاص انا هدي كده، الاعداد هياخد مكافاه على الحركه دي لازم. مكافاه ايه؟ ده يجي يشتغل معايا، ده عارفني من قبل ما يشوفني. بص انا هقول لك على حاجه، احنا مجالنا ده فني تمام، لازم ادي الانترو دي الاول. الله. مجالنا فني بمعنى ايه؟ ان احنا مجالنا ده ذوقيات. يعني ممكن مثلا الراجل الطيب ده يكون قاعد دلوقتي بيشوف مثلا الفيديو، هو مشغول وملبوخ ومش فاضي، فيقوم جاي قايل لي لا الانترو ما عجبتنيش، او متنرفز او متضايق او كده يعني. تمام. هنا بقى المونتير يقعد يتنكد، ليه؟ عشان ايه المشكله؟ يا حبيبي بالراحه بالراحه، خد على الرايق، افهم منه بس هي مش عاجباه ليه. تمام. قال لك والله انت اظهرت حد انا مش عاوز يظهر، الغلطه منك، انت ما قلتليش بالظبط. طب هو جه قال لك بالظبط، مش موضوعك، هو ممكن يكون قال لك وانت نسيت. تمام. ودي كانت بتحصل معايا، وان كانت على نطاق ضيق جدا، ان انا احيانا كنت بعمل حاجه هو طلبها مني وانا نسيت، فاتس اوكي ان انا هغيرها لك واروق لك عليها، مفيش مشكله. لكن تيجي تقول لي مثلا بص الوان الفيديو مثلا مش عجباني، هي الفكره نفسها. بص انا ما كنتش بصراحه يعني ما كنتش ببعته لي تاني او ارفعه له تاني او اغير العنوان، بس انا كنت دايما الحمد لله اللهم لك الحمد في المرحله اللي انا فيها دي بالذات ببقى عارف كل حاجه انا عملتها بعملها ليه. انا حرفيا كان في عميل عاوز يغير الفيديو كله بسبب الالوان، وعايز اقول لك مش عارف ينفع اقول والله القصه دي هنا دلوقتي ولا لا. طب انا هقول لك ان لو في عميل انا مثلا عملت له الالوان بالوان الهويه ماشي، هو قال لي الالوان ودي فعلا بتحصل، قال لي الالوان مش عجباني، فانا بقول له يا فندم ده الوان الهويه بتاعتك، الوانها 1 2 3، فيقول لي فعلا، واقنعه. تصدق اللي حصل ان في سنه من السنوات كنت انا بعمل مقطع موشن جرافيكس، وكان لمدرسه في السعوديه، وبعتوا لي بعتوا لي اللوجو والالوان الهويه، وقال لي احنا عاوزين، وقال لي كده نصا احنا عاوزين نعمل الفيديو بالوان الهويه دي. حلو. قال لي اهو عملت له الفيديو بالوان تانية بقى تانية خالص. ورحت بعت له الفيديو تاني يوم بقى، عارف انا الحته الفصلانه اللي عندك دي، تاني يوم بقى في تاني يوم بقى انا ما بشوف بقى ايه الفيدباك او التقييم بتاعه بقى، فراح بيقول لي هو الفيديو جميل وكل حاجه بس الالوان دي مش الوان بتاعتنا. انا والله انا اتضايقت ولسه جاي اكتب له، بس انت ما قلتليش. أيوة. لا اهدى بقى على نفسك كده. ارجع بالمحادثه لورا وشوف المحادثه. تمام. واعمل له كده منشن على الطلبات عشان بس ما يقعدش يقول لنا مش عارف ايه. انا فاكر ان انا وقتها انا جيت كتبت له، يعني انا ما كتبت يعني حضرتك طلبتها فعلا؟ قال لي ايوه. فطلعت فوق عشان اثبت له ان هو ما كتبهاش، طلعت لقيته كاتب فوق وانا استخدم الوان الهويه في العمل. طبعا بص بقى حضرتك، طقطقت دماغك ورجعت بقى. قلت له بص قلت لك انا عندي عاده الحمد لله، يعني مش بلوي بصراحه، بس بعرف ان انا هل الحاجه دي صح ولا غلط. لو غلط انا هعيدها. مشاريع كتير عدتها بسبب غلطه انا غلطتها او حد من التيم عندي غلطها، فانا بتحمل القصه دي. لكن لو انا صح، يعني هو الفيديو بصراحه كان حلو فعلا، بس كان بالوان غير الوان. قلت له والله بص الالوان اللي احنا استخدمناها ديت هي الوان تناسب حماس وبدايه. حضرتك دلوقتي عامل اعلان عن ان المدارس دي جديده، ايوه، هل نستخدم فيها الالوان الذهبي اللي حضرتك عاملها ديت؟ اهبد. بالظبط يا فندم احنا استخدمنا لك الوان 1 2 3 زي ما انت شايف في الفيديو، والالوان دي فعلا بتساعد على اثاره الحماس وروح ان هو يتعاون معاك ويبدا ان هو يشوف الفيديو للاخر ومش عارف كده ايه. قال لي ولكن يعني انا جيت له ولكن لو عايز اعيد لك الفيديو بالوان الهويه بتاعتك هعيدها لك. انا قلت يا رب ما يطلب يعيد الفيديو، وخد بالك ده بيبقى ريسك طبعا. لو قال لك ايوه انت هتتحمل كله تاني. ده انت احنا بودكاست باشا، انت بص هتعيد، هتروح للمصمم ما هتقول تقلقش، قول اللي انت في باك يعني شغال معاك للنهايه يعني. هتروح للمصمم هتخليه يعيد كل الالوان والتصاميم والهيكله اللي عملها دي من اول وجديد، وهتدفع له من اول وجديد، وهتروح للانيميتور وقصه كده. تمام. ما هم الناس مش عارفه التفاصيل الكتير دي، خد بالك، فاكرين ان العمليه كده بالظبط. فقال يومها خلاص انت شايف ان كده صح؟ قلت له نعم. اي نعم، هو ده الصح، حياك الله، وانا معاك في اي حاجه. قال لي شكرا. خلاص وخلاص وخلصت على كده. بالظبط. في عملاء تانية احيانا ممكن يبعت لك مثلا المشروع مثلا اللي هو اللي انت عملته له، ويقول لك بص انا مش مقتنع بالهوك او الفيديو اللي انت عملته لي مثلا في الاول ده. تمام. ما هو الفيديو مثلا ايا كان هو ايه بيبقى مكون مثلا من 3 حاجات. تمام. من الهوك والبادي والسي تي اي. هوك ده اللي هي اول 5 6 ثواني كده في الاول،
لازم تكون حاجه تشد، حاجه كده وتفهمك الفيديو ده هيتكلم عن ايه. بعد كده البادي اللي هو مضمون الفيديو نفسه، واخيرا بقى الايه السي تي اي اللي هو الكول تو اكشن، او قول لي انت عايز اعمل ايه. فبيجي العميل مثلا يكلمني يقول لي بص هو بدايه الفيديو بصراحه ما تشدش. قلت له يا فندم والله هو الفيديو كله اصلا ما يشدش. كده انتوا اصلا عالم شغالين. في بص احيانا فعلا انا بقعد اتكلم فعلا مع العميل فعلا بلغه ممكن تخسرني العميل ده، بس انا بتكلم معاه لا بصراحه. قلت له يا فندم بصراحه الفيديو كله انا اسف والله ما تزعلش مني بس هو ما يشدش. فاللي انا عامله لك في الاول ده هو اقصى حاجه انت ممكن تاخدها، يعني تاخدها في تشد او الفيديو تحرك الدنيا شويه. بالظبط كده. بقيه الفيديو كله كلام علمي وروتيني، وما ينفعش ان انا اقعد ازوقه لك. لان هو بيقول لي طب ما تعمل بقى افكتات ومؤثرات ومش عارف ايه. قلت له يا فندم دي اسهل حاجه حط شويه بهارات كده، حط شويه بهارات على انا اقدر اعملها عادي ما فيش فيها اي مشكله. ولكن صدقني وفعلا الكلام ده اللي انا بقوله يعني، لان انا برضو بعتبر ان دي امانه طبيعي، مش بتغشه. ايوه طبعا. لان حذار ان انت تغشه وتقعد تكذب وتلوي وتقعد تقول له لا انت لو عملت المؤثرات دي الفيديو هيبوظ. ممكن يبقى مع أحسن. تكرار الموضوع انا حرفيا بستفاد كتير من ملاحظات العملاء وبعمل التعديلات اللي هو عايزها، بس لو انا شايف ان ده صح. اقول لك على حاجه، حد قال لي كده سلوجن انا ماشي عليه: العميل سوري يعني العميل المقرف يعلمك. حصل دي حقيقه. عارف لان هو بيستنى اي غلطه فبيقعد فعلا يطلع لك حاجات يفللك كده البروجكت او المشروع بتاعك. وخد بالك انت بتوصل لمرحله من الغيظ والغضب ان انت خلاص بقى الموضوع هيتعاد ويتعمل ومش عارف ايه وكلام من ده، وتبص تلاقيك بعد ما هيكلت الموضوع من تاني فعلا اتعلمت حاجه واثنين وثلاثه. حقيقة الراجل ده كان عنده حق. بس اللي ما عندوش حق بوقف شغل معاه فورا. طبيعي. لا في ناس لمجرد يعني بص انا اقول لك على حاجه. في عميل مثلا يعني بيكلمني فاحنا عايزين مثلا مجموعه فيديوهات ريلز وكده وعايزين نصور وظبطوا الدنيا ماشي تمام، ونزل وصورنا واللي اتفقنا عليه والخطوات اللي هو عملها وكل حاجه تمام. فتيجي بعد ما ينزل يقول لك انا مش عاجبني الشغل. ليه يا ابن الحلال؟ اصل انتوا صورتوا في الاول مش طب ما انت اللي طلبت ان احنا نصور الجزئيه دي عندك، ما هي تفاصيل شغله واخد بالك. وبعدين يجي يقول لك ايه شيل لي الثانيتين دول. يعني هما الثانيتين دول هيفرقوا في حياه الفيديو. بص انا ممكن عشان مختص اكتر وعندي الحمد لله خبره في المجال ده، فصعب ان عميل يتفاوض معايا ويغير وجهه نظر. انا ببقى عارف انا عملت ايه في كل فريم، مش كل ثانيه تمام. كل فريم انا عامله انا عارف انا بعمل ايه. فهو لما يجي يتكلم معايا لا اصعب حاجه بنسبه 99% ما بيسدش معايا. اصعب حاجه بتقابلك بقى في الشغلانه ايه؟ لما يجي مثلا تقترح عليه مثلا تراكات معينه وكلام من ده وزي الفل وخلاص واشتغلت. طبعا احنا في التراكات بتشتغل على الكي فريم تمام. في لا غير الصوت كله بقى. ده بتعمل معاه ايه؟ لازم تعرف هو عايز يغير الصوت ليه. واحيانا بقول له انت لو غيرت الصوت لصوت اللي انت عاوزه ده فحضرتك هات لي الكوبي رايت او اشتري حقوق الملكيه بتاعته. وانا فعلا ما عنديش مشكله هتشتري حقوق الملكيه. واحيانا بقى بص لو انا معروف منه اشتري حقوق الملكيه وهتدفع جزء مثلا للتعديل ده. اكيد واذا كان عاجبك. ايوه لان ساعتها مش فارق معايا العميل بقى خلاص. انت دلوقتي بتديله المساحه في الاختيار في البدايه او بتعرض عليه الشغل بتاعك الاول في البدايه انت محتاج ايه. بص انا في حركه بقيت اعملها في الاخر. بقيت اولا انا بقيت بنتقي العميل، مش اي حد بشتغل معاه. رقم واحد دي مرحله كويسه جدا جدا، ولازم الشباب يعرفوا المنطقه دي انك انت يجي في يوم من الايام تبدا تنتقي بقى. انت اللي هتنتقي، بس انت في البدايه انتقي لا مش هتعرف تنتقي في البدايه. انت بتاخد كله عشان انت هتنتقي بناء على ايه. انت مش بيعمل ببلاش وبيعمل بالرخيص انت بتاخد كله. ففي المرحله دي هو معظم اللي بيجي دايما على الاسم. فبقوم انا جايب منطقي يعني اختارك ولا لا. وحته لا ديت بقوم انا جاي مديله بالسعر الرسمي بتاعي ما بنزلوش حاجه خالص. خلاص لا ده الموضوع كبير. وفعلا لو جه اشتغل بالسعر بتاعي انا هعمل له شغل عالي جدا. طبيعي ما هو انا هاخد. طب عميل انا عايزه حد هيفرق معايا بالذات الفتره الاخيره ديت. الحمد لله اللهم لك الحمد توسعت في حته شركات السياحه وجالي ناس يعني بفضل الله مش كلاس ايه، هو كلاس ايه بلس. حد مثلا بيطلع رحلات حج ب1.5 مليون 2 مليون. ارقام خزعبليه كده. فانا عايز اكسبه. فانا بقوم جاي عامل معاه ديل حلو قوي. بقول له بص احنا نعمل الفيديو الاولاني ده
ما بقولوش برضه فور فري، ده حد تقيل. احنا هنجرب بعض فيه، تمام. وعدل براحتك وشوف اللي انت عايزه. انا اي هدي لك حاجه سامبل كويسه وبقول له بعد بعد كده كده تحكم على شغلنا بعد بالظبط. كده. اقول له الفيديو ده بيستارت مثلا من 5 اكس او 10 اكس، وعلى حسب المجهود. انا ما ببقاش عارف هو هيعمل ايه او هيقرفني وهيطلع عيني ولا فبقوم انا جاي ايه مديله برضو الشروط دي، بس بديله المجال. لو ما عجبكش ما تدفعليش فلوس عادي، وانا اللي ببقى مبسوط لان انا طالع كسبان. انا عملت فيديو للشركه دي، مفيش مشكله. اللهم لك الحمد، عمرها ما خيشت معايا. يعني عمر ما حد جه قال لي انا مش عايز الفيديو ده. ما شاء الله، ربنا يبارك وبنكمل فيك. مع بعض بفضل، عارف، لان انا بشتغل وانا مرتاح مبسوط، وهو كان برضو مرتاح معلوش ضغط. فلما بيشوف النتيجه بالتصور اللي انا عايزه يلا نكمل مع بعض. اكيد. طيب وصلنا بقى كام بونت؟ هنجمع بقى البونت البومت دي، البونت اللي هو الارقام اللي انت كسبتها في العدد ماشي. يعني. انت لازم تنزل قهوه بعد الحلقه دي، لازم. ده كده هجيب لك دومنه ولازم اعلمك بقى عشان لما تيجي تاني. بص يا سيدي، احنا دلوقتي وصلنا لاخر حاجه، الارث بالثاء. الارث دي موجوده في الضمنه؟ ايوه. لا ولا انا عارف دي بره الضمنه. بره الضمنه. دي طب بره حلو. الضمنه ماشي. بقى. ايه الارث اللي محمد خاطر يحب يسيبه؟ بص انا هقول لك على حاجه. وانا في تانية اعدادي افتكر مدرس الدين قال حديث انا عمري ما هنساه، وده اللي انا ماشي بيه طول حياتي. ما شاء الله. كنا بنتكلم عن حديث من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بعدها الى يوم القيامه. حصل. ومن سن سنه سيئه فله ايه اجرها واجر من عمل بعد. انا من اليوم ده وانا في تانية اعدادي لغايه النهارده اهو، انا مش ناسي الحديث ده ولا ناسي اثره في حياتي. واول مره في حياتي في 2009 بدات اشرح واتكلم، كان مبني بجد على ان انا عايز انفع غيري واسيب حاجه ليا بعد الممات. بترعبني فكره ان انت لما تموت لن تذكر، خلاص انت بص ما عادش حد هيفتكرك ولا حد. برضو النقطه دي خطيره، انت ما بتعملش علشان ترائي ويبقى اسمك موجود بقى ومشهور. لا مش هستفاد حاجه اما ابقى في قبري وتبقى انت مشهور ومتصيط. ما ياما مشاهير في قبورهم دلوقتي. ولم يتركوا اثر. بالظبط. تمام. زود كمان برضو كان احمد شوقي ليه بيت شعر جميل قوي بيقول فيه دقات عمر المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فارفع لنفسك ذكرها فإن الذكر للإنسان عمر ثاني. الذكر اللي الناس تفتكرك ده عمر تاني. الناس النهاردة أنا عارف لما أشوف واحد من اليوتيوبرز اللي عامل كورسات تعليمية ومات، أبو لي حظك. أنت سايب ورثك، سايب الحاجه اللي تفضل فيها. مع ان الراجل ده انا مش سايب بقى مثلا مسجد ولا سايب مصاحف ولا ضره مش عارف ايه ولا سايب حتى علوم اسلاميه الناس تسمعها انا على قد انا كخاطر انا اقدر الارث بتاعي اللي انا اسيبه ايه كورسات، ان انا افتح بيوت ناس، ان انا اخلي الناس تتطور في مجالاتها فده يعكس عليهم لحياتهم ويطورهم و فده اللي انا فعلا كان ولا زال نفسي ان انا احققه فعلا في الحياه واحققه باخلاص. يعني ما كون بقى ان انا بقى ابقى مشهور او مش مشهور، هي الشهره بس هتفيدني ان العلم بتاعي ده ينتشر في اكتر، انتشار العلم ويبقى في ثواب اكبر، والبيزنس بتاعي برضه يكبر. هو البيزنس بيجي معاها أيوة بعد كده. بس افرض البيزنس ما جاش، وده كان تحدي صعب برضه كان ولا زال. يعني انت دلوقتي عملت كورسات على اليوتيوب بمجانيه وغرقت الناس بمحتوى مجاني وورش وساهمت في حاجات الناس كتير. ده لوحده جميل على فكره يعني. افرض انت بعد كل ده مثلا ما جالكش اي حاجه، ما جالكش جنيه من ورا الكلام ده، خلاص انا الاساسي عندي مش ان انا على اللي عملته برضه، ان انا انفع ناس. حتى برضه باخد النية دي لما بعمل كورسات مدفوعه كمان برضه، ان المدفوع ده بياخده حد يستحق، حد فعلا عاوز يطور نفسه بقوه بروفيشنال يعني هنقول بالظبط كده. ده اللي انتقل لمنطقه البروفيشنال. فده بالنسبه لي بيبقى كرزق ليا او باب رزق ليا، وبالنسبه للشخص التاني هو بيفتح له، لان حرفيا انا لما بدي المعلومه ما بديهاش ناقصه عشان يجي لي في استشاره خاصه. حتى لو كورس مجاني ما بديهاش ناقصه علشان يخش في الكورس المدفوع بتاعي. لا وغير كده في ناس بتبقى مش قادره فعلا انها تتعلم بفلوس او كلام من ده، وعنده مشروع ولا هاند ميد مثلا والحاجات دي. طب اوصل ازاي او اعمل ايه او اعمل مونتاج ازاي او اعمل فيديو ازاي؟ فلما يلاقي محتوى زي ده يبدا يعلمه، فعلى الاقل اللي هو المحتوى المجاني قصدي يعني،
فعلى الاقل ده هينفعه. يعني انا وده اكتر بدل رزقه. اكتر حد ودايما بقولها له حتى في وشه كل لما اقابله مصطفى مكرم، بقول له يحظك اللهم بارك. مصطفى مكرم ما فيش حد على وجه الكره الارضيه في العالمنا العربي وبيحب يتعلم مجالات في التصميم. ليه كل التحيه المونتاج. مننا يعني. طبعا مصطفى اخويا وعشره برضه. و يعني انا مصطفى ده ممكن يكون الرول موديل بتاعي اللي انا نفسي اوصل ابقى زيه، مش عشان هو عنده مليون وحاجه مثلا مشترك. الراجل ده حقق الحاجه اللي انا عايزها. ان انا ابقى راجل بدرس وبفتح بيوت ناس كتير في مجالات كتير، نافع جدا جدا جدا, جدا. بدي المعلومه بإخلاص. في اي بص في 500 مجال هتلاقي دايما زيك مصطفى يدخل في اي مكان معروف وده عاوز يتصور وده عاوز يتكلم معاه وربنا يبارك له من صاحب البدايات البعيده كمان يعني ما شاء الله. بالظبط. فهي دي النقطه اللي الواحد فعلا نفسه ان هو يعني مصطفى ممكن نطبق عليه كلمه ايه، اصبر واستمر. هو طبقها بشكل جيد جدا ما شاء الله. جدا حقيقي. طيب والارث ليوسف محمد خاطر؟ فلوس بقى. يا راجل ده كده الورث دخلنا في الارث لابني. وان كان الموضوع ده صعب فعلا، اللي انا نفسي اسيبه له مش حته اسيب له فلوس بيوت الحاجات، الحمد لله احنا يعني كويسين وكل حاجه يعني، بس هي النقطه ممكن ما يكونش فيه بيوت ولا اراضي ولا ليله زي ما ناس كتير ممكن تبقى فاكره. بس الحاجه الوحيده اللي نفسي اسيبها فيه انه يبقى راجل قادر يشيل المسؤوليه. انه لو اتحط في مكان لوحده قادر يسد، قادر يشيل عيله، ما يخذلنيش او يخذل امه او يخذل حتى نفسه قدام عيلته فيما بعد، ما يعرفش يصرف عليهم. ان هو يبقى راجل ومش بس على قد الصرف، ان هو قادر يدير حياته كدنيا وكآخرة. بس في حته انا كان نفسي نقولها في البدايه افتكرتها دلوقتي، بس برضو مش ما فيش مشكله ان احنا نذكرها. فاكر يا خاطر ايام شغف شراء المعدات؟ ولا زال موجود. بص انا الحته دي للاسف كانت ولا زالت غالبا هتفضل. ما بقدرش اقاوم. وانا بالذات انا في حاجه برضو دي ما قدرتش اعالجها فيا، البرفكشنزم. ان انا عايز افضل حاجه دايما تتعمل. جبت مايك عايز افضل مايك. يا اخي ده انا جبت في مره مايك وكان ليه عارف البتاع القطمه دي، قطمه اهي، كان احقر قطمه تكفي انها تحط على المايك. دورت على افضل ديديكيتد الكات دي في التكنيك بالظبط. قلت دايما وبدي لنفسي مبرر، يعني عاوز كاميرا، عاوز افضل كاميرا اقدر اجيبها ايه، عاوز اعمل لوكيشنات ايه، افضل لوكيشنات وتحضير ممكن اعملها، عايز كمبيوتر ايه، افضل كمبيوتر. مش قصه ان انا معايا فلوس انا بتصرف من تحت الارض وببيع وبعمل عشان اجيب الحاجه دي، عشان اوصل لافضل حاجه. فالحته دي بقى بخليني اللي انا عندي قوه شرائيه للاسف في المعدات بالذات رهيبه. ولذلك البروفايل بتاع الناس دايما ايه ده، دايما في واحده نزلت لا البروفايل الناس دايما عارفه عندي دايما ان انا في ناس والله مفكرين ان انا عندي ستور وببيع. لا انا كل فتره بقعد اجدد في المعدات على طول، خصوصا بقى لما الاقيك منزل بوست بعد كده حاجات دي للبيع. واحد صاحبك يقول لك انا عايز ابيع كاميرا خاطر، فانت طبعا بتنفع اصحابك وانا عارف الكلام ده. فيا جماعه قلت بس خاطر فتح عشان كده الناس فعلا لما حد يحب يبيع معدات بقى يبعت لي الحاجه ديت. وانا بقيت مبسوط من الموضوع ده. محمد العظيم مثلا عنده كاميرا عاوز يبيعها، قلت له هاتها لي واشغلها عندي يعني تمام وبيع. فانا من حبي الحاجه دي بقيت احب اجرب الكاميرا دي او العدسه دي او الحاجه ديت وابيعها لك عندي، اعرضها عندي للبيع، مفيش مشكله. حبيبي يا خاطر ربنا يبارك فيك يا رب. دايما الجميع جدا بلقائك. وانا اكتر والله. نيجي بقى لفقره شرب القهوه والقعده الجميله. هات لنا يا ابني بقى القهوه العربي. كل الشله واكله سمك وانت عايز فراخ. فراخ ايه يا ابني؟ عاوز فراخ. وطلعت وحشه في الاخر. يا ريتها طلعت حلوه. ايه وجنب النهارده وخلصنا كل السمك كلنا مستنيينك. يلا هنعمل ايه بقى؟ صاحبك بتقول على عيبه. ما انت اصل انت برضه صاحبك والله. لا